اتفرج معايا كده على المنتخب اللي هيخسر 19-0 من المغرب يوم الخميس الجاي، واحكم بما يرضي الله. دي مش واسطة، دي لعيبة جاية عادي. ما هو ده لو لعيبة جاية عادي يا اسطى يبقى بتوع دورات رمضان دول بيكدبوا علينا. ده ما يرضيش ربنا يا جدعان. ده حرام. بجد اتأهلت واتنيلت، بس انت مش فريق. انت بتعمل ايه يا عم؟ مين دول؟ لا تعرفش تلعب كورة يا جدعان؟ ما احنا بنتفرج على الكورة بره، انتوا بتخترعوا. المصريين تيقولوا على راسهم بانهم غيخسروا قدام المنتخب المغربي ب 19 هدف لصفر، تطفيو عليهم العين، تيبعدوا عليهم العين وتيلصقوها في المغاربه. هذه هي حاله المصريين دائما فيما غيكونوا غيلعبوا مع المنتخب المغربي. تنتمناو الفوز اخوتي المغاربه للمنتخب المغربي امام المنتخب المصري اليوم اخوتي. ان شاء الله باذن الله نفوزوا عليهم وننتصروا وندوزوا النهائي ونجيبوا كاس افريقيا للمملكه المغربيه. اصدقاء ديالي، في حلقه اليوم غنشوفوا الاعلام المصري هو مقربلها على المنتخب المغربي. قال لك خاصنا نربحوا المغاربه باي طريقه كانت، باي طريقه خاصنا نربحوا المغاربه ونرجعوا الاعتبار ديالنا والخساره ديالنا بستة الاهداف لصفر. خوتي المغاربه نتمناو فوز المنتخب المغربي، تنتمناو السيناريو ديال 6 اهداف تكرر. ما غنحركش عليكم مراحل، غنخليكم تسمعوا شنو قالوا المصريين على المنتخب المصري وشنو هي الطريقه اللي بغاو يربحوا بها المغاربه. ما تنساوش الاخوه اللايك، بارطاجيو على اوسع نطاق، وايضا الاراء ديالكم تتهمني من خلال التعليقات. واللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. شعارنا الخالد دائما الله الوطن الملك وعاش الملك. مشينا. بالنسبة لجماهير مصر كلها ولا النقاد ولا في خلال دوري المجموعات ثم أخيرا ماتش أمس مع غانا. وفعلا الأداء ما تحسش فيه بكرة جماعية منظمة، في فردية شوية، في يعني تحس ان اسامه لسه ما حطش ايده 100% على هو ماسك عناصر الفريق. بقاله شهرين، وكنت اه بتكلم معاه قال لي انا ما اشتغلتش غير 20 يوم مثلا. ما هو دي حقيقه، لانه هو فعلا زي ما انت بتقول جه متاخر شويه. والدليل حتى هو في المباريات ابتدى بتشكيلات معينه، ثم ابتدى يعمل تغيير في 4 ولا 5 عناصر في اخر مباراه يعني. أو فالاداء ما كانش مقنع حتى الان، وان كنت انا شايف ان بكره مع المغرب، رغم ان المغرب فرقه قويه جدا ويملكوا لعيبه مميزين زي ما انت قلت، حصل تطور في الكره المغربيه رغم قعدت فتره كانت بعيده يمكن لمده 20 سنه، سواء في كاس عالم او افريقيا، او لكن طلعوا مره واحده في اخر 4 5 سنوات بمستوى متميز على كل المستويات. انا شايف ان ثقه مكسب غانا رغم انه جه بصعوبه، وغانا يعني رغم ان احنا فرحانين ان احنا طبعا تاهلنا ووصلنا كاس عالم، لكنه واحد من المنتخبات اللي كان يستحق برضو الوصول لكاس العالم يعني. انا شايف انه بعد الوصول هتعمل راحه نفسيه عند اللعيبه لانه حققوا هدف كبير. والاداء انا متوقع انه هيكون افضل كتير من المباريات اللي فاتت. الاداء انا ما اعرفش لسه النتيجه هيحصل فيها ايه، الله اعلم، لان النتيجه هيخش فيها عوامل كتير قوي. فرقه المغرب طلعت اول مجموعه، ماتش سيراليون اللي هي كسبتنا 4-1 هم كسبوها 1-0، والماتش كان قوي جدا وكان في تبادل لا كان سجال. وكان ممكن منتخب السيراليون يكسب، منتخب المغرب يكسب. عندهم يملكوا لعيبه جيدين سواء في وسط الملعب سواء في الخط الامامي، لما نتكلم حتى على اساميهم يعني زي لعيب مميز قوي الصادق اللي هو في نص الملعب رقم 8. اي حد اسمه صادق هتلاقيه مميز. قريبك او اخوك؟ لا يمكن قريبك بس فرع في المغرب. الحاج كان مركز هنا في مصر. شويط جدا ولعيب كويس قوي وصانع العاب جيد. عندهم عثمان معمر او معامه هم بيقولوا كده، اللي هو 7 اللي هو الجناح الايمن، سريع جدا وقوي وهجام وفرود كويس. عندهم معاذ الضحاك 10 اللي هو برضو بيلعب ناحيه الجناح الشمال واحيانا بيخش في وسط الملعب، برضه لعيب مميز. يعني يملكوا لعيبه مميزين عندهم بيلعبوا كرة حلوه، كرة على الارض. برضو الثقة ان هم برضو وصلوا كاس عالم زينا دي
حققوا جزء كبير من الدنيا هتلاقيها اهدى. انا بقول الاداء هيبقى افضل من الفرقتين لانه خلاص حققوا هدف كبير الاول اللي هو الهدف الاسمى الاسمى اللي هو الوصول لكاس العالم. فانا متوقع مباراه جيده ومن المنتخب المصري. احنا لعبناهم ماتشين يا كابتن قبل كده. ايوه مع شيتوس وقت ما كان شيتوس ماسك في دوره شمال افريقيا واتعادلنا 2-2، ومع ميكالي لعبنا ماتش ودي وهم كسبونا 2-1. هل ده ممكن يبقى ليه اثر؟ ده رقم واحد. هل ان اسامه نبيه ما واجهش الفرقه له ميكالي وله شيتوس، فبالتالي هو يعني اول مره يواجههم، فده هيجد صعوبه في التعامل معاهم بعكس هم؟ ولا المساله هنا بتبقى اللعيبه على حسب قدرات اللعيبه وواجهوا بعض اكتر من مره، فده ممكن بيدي ثقه او افضليه في المواجهات الرسميه؟ بص، هو التاريخ ممكن يتدخل ولكن بنسبه مش هتبقى كبيره. التدخل في ايه؟ في تغيير الجيل نفسه. ممكن انت بتواجه في فتره جيل قوي جدا، ممكن تيجي تواجه حد تاني يواجه جيل اقل، وهكذا. ده الجيل بيختلف من منتخب لمنتخب ووقت ووقت. يعني مثلا هل انت لا، انا شيتوس كان مدير فني مع الفرقه دي واجه الفرقه دي. انت بتتكلم على نفس المواجهه. انا مش بتتكلم فترات سابقه. يعني ماشي. لا طبعا لما يكون جيل نفسه لاعب جيل يعني نفس الجيل بتبقى الامور فيها تاثير ممكن نفسي شويه. ممكن اخد خبره من اللي فات. ممكن يكون اسامه اتفرج على الماتشين تاني اللي هم اتلعبوا مع الودي اللي هم مع شيتوس وميكالي. زي ما قلت لك ثقه برضو الوصول لكاس العالم هتغير في شكل الاداء. في لعيبه مثلا كان مقعدها الفتره اللي فاتت زي مؤمن شريف مثلا اللي جاب الهدفين، ما كانش بيلعب بدايه، نزل الماتش اللي فات جاب جونين وكان مميز جدا. في عناصر ابتدت تخش. ف المباراه هتبقى صعبه، لكن انا بقول برضو هتبقى 50-50. اوكي. رغم ان المغرب خارج ملعبهم وعندهم ثقه ان هم اول مجموعه وكسبوا سيراليون ان هم كسبونا، لكن انا شايف ان المنتخب المصري بكره هيحاول يظهر بوجه مختلف قوي عن كل ماتشات المجموعه او الماتش الاخير مع غانا. لان خلي بالك ماتش غانا كان في توتر كمان نفسي انك ممكن تبقى بره البطوله خالص، يعني بره كاس عالم وبره البطوله. يعني الهدفين مع بعض كانوا لو انت خسرت كانوا هتبقى بره الموضوع. لا هتروح كاس عالم ولا ممكن توصل انك تاخد البطوله. فانا شايف المباراه هتبقى صعبه، لكن اداء اللعيبه اعتقد انه هيكون مختلف. وبعدين احنا في عندنا برضو لعيبه يعني في كل الخطوط مميزين، ولكن زي ما قلت لك الانسجام. اصدقاء ديالي، كانت هذه حلقه اليوم. شكرا لكم الدعم ديالكم متواصل القناه. تحياتي لكم من القلب اخوتي المغاربه. ما تنساوش اللايك بارطاجي والاراء ديالكم تساهمني من خلال التعليقات، واللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. شعارنا الخالد دائما الله الوطن الملك وعاش الملك. تشوس.